السلام عليكم، اهلا بيكم حبايبي. معاكم ميس مروه من قناه ميس مروه. النهارده فيديو ريفيجن لمراجعه نوفمبر لجريد 4 الصف الرابع الابتدائي منهج كونكت. طيب هي الريفيجن دي بتاعت ايه؟ دي بتاعت كتاب الاضواء، نماذج كتاب الاضواء، وان شاء الله انتظروني الفيديو اللي جاي كمان هنزل لكم نماذج كتاب المعاصر. طيب انا في الفيديو ده هحل كام نموذج او نماذج استرشاديه؟ هحل 3، عندي 3 موديل اكزام. طيب عندي نمبر 1 السؤال بيقول لي listen and complete. نشوف الفوكاب الموجودة عندي favorite, apartment, living. اوكي، عندي dialogue between mom and Rona. Mom, look at our lovely, which is your room? My favorite is the room with the balcony. طيب أنا علمتكم إن أنا الأول بقراها كده وهي فاضية خالص، بعد كده في step number 2 أو في الخطوة التانية ببدأ إن أنا أجاوب السؤال. Number 1 مام بتقول look at our lovely yes apartment معناها شقة apartment. اوكي، واشطبها من فوق عشان ما تلخبطش فيها. رنا which is your room؟ هنا بتسألها عن غرفتها المفضلة يعني favorite room. which is your favorite room واشطبها من فوق. ماما هتقول لها my favorite is the living room اللي هي حجرة المعيشة with the balcony اللي هي فيها بلكونة. Question number 2 read and match. Number 1 if you aren't using your computer or television، لو أنا مش بستخدم الكمبيوتر أو التلفزيون هعمل إيه؟ أجرب كده كل واحدة. ينفع أقول works in the repair shop ولا unplug it ولا a yellow house and a brown house؟ طبعا مش هينفع اقول works in the repair shop اللي هي محل التصليح. اوكي، طيب unplug it معناها يفصله. يبقى جرب كده if you aren't using your computer or television، لو انت مش بتستخدم الكمبيوتر او التلفزيون unplug it يعني افصله. يبقى دي هنا number 1. Number 2 my house is between. طالما عندي between لازم يكون عندي two places ويكون في النص بينهم and. يبقى my house is between بيتي بيكون between يعني بين a yellow house and a brown house. يبقى دي number 2. number 3 لوحدها the mechanic، هي مجاوبة نفسها كده آخر واحدة. the mechanic الميكانيكي works in the repair shop محل التصليح. هتبقى دي number 3. Number 3 fill in the gaps using the words in the box. ايه اللي عندي في البوكس؟ عندي كلمة behind معناها خلف، house منزل، between معناها بين. قلنا كلمة between دي لازم يجي بعديها two places ويكون عندي في النص and. طيب هنا بيقول لي I live in a big city، أنا بعيش في مدينة كبيرة. I live in a with my family، هعيش مع عيلتي فين؟ Yes I live in a house with my family. It is a supermarket and a park. هنا عندي and وعندي two places، يبقى على طول هنا أكتب between. أوكي، البيت بتاعهم بيكون بين a supermarket and a park. I play in the park، أنا بلعب في الحديقة with my friends every Friday، كل يوم جمعة. There is a post office، في محل بريد. The house I like my city. There is a post office. Yes behind يعني خلف the house، خلف البيت بتاعي. Number 4 read the passage and then answer the questions. طيب نقراها مع بعض. different people like different things. عندي ناس مختلفة بتحب أشياء مختلفة. That's why they like to live in a different places. عشان كده كل واحد بيحب يعيش في المكان المختلف اللي هو بيفضله. Some people live in caves. في بعض الناس بتحب تعيش في الكهوف. cave معناها كهف، caves معناها كهوف. Inside it's never too hot or too cold. جواهم بيكون الجو ولا هو برد قوي ولا هو حر قوي. Some people live in apartments. في ناس بتحب تعيش في شقق with their families مع العائلة بتاعتها. Apartments are usually with a big balcony، يعني في شقق كبيرة بيكون فيها big balcony بلكونة كبيرة. Some people love living on the water، في ناس بتعيش في المية. They live on a small houseboats، في ناس بتعيش كده حاجة اسمها houseboat يعني قارب صغير كده عامل زي الهاوس.
Some people live in tent يعني خيمة in the desert في الصحراء. It is made of cloth بتكون مصنوعة من القماش. اوكي، يبقى كل واحد كده بيحب يعيش في المكان اللي هو بيفضله أيا كان هو ايه. Number 1. Some people live in apartments with their friends. هو هنا قال لي في الباسج فوق إن الناس اللي بتعيش في الشقق دي بتعيش مع their friends مع أصحابها، ولا قال لي with their families مع العائلة بتاعتهم؟ Yes، هنا هتبقى false. Number 2. Tents اللي هي الخيام are made of cloth. cloth معناها القماش. Yes، هنا هعمل true. Number B. Answer the following questions. Number 3. How is it inside a cave? إيه اللي بيكون موجود جوه الكيف؟ طيب السؤال ده حلو ازاي يا ميس مروة؟ بطلع على الباسج بتاعتي كده وادور على كلمة كيف. هنا بيقول لي some people live in caves. شايفين؟ هناخدها باللون الريد. من أول كده inside it's never too hot or too cold. كده يبقى دي السؤال بتاع number 3. How is it inside a cave؟ يعني حالة الجو أو الدنيا بتبقى شكلها إيه جوه الكيف. It's never too hot ولا الجو حر قوي or too cold ولا الجو برد قوي. Number 4. Do people like to live in a different places؟ هو هنا بيسألني هل في ناس بتحب تعيش في أماكن مختلفة؟ هنا قال لي في بداية الباسج different people ناس مختلفة like different things بتحب أشياء مختلفة. طالما هو سألني هنا بدو يبقى أنا في الإجابة هنا هقول yes, they do. أوكي، ممكن أكتب كده yes they do، ممكن أكتب كده إجابة كاملة، ممكن أقول yes وما أكتبش they do. لو أنا مش هكتبها هقول مثلا yes different people، اخد اجابة كده كاملة من القطعة اللي عندي. هقول different people like to live in different places. اوكي، وهتلاقوها في اول سطر في الباسج فوق. Number 5. punctuate the following sentences. اول حاجة وانا بقرأ السنتنس عندي اسأل نفسي هي دي سؤال ولا اجابة؟ في نمبر 1 بيقول لي I can speak English. هل ده سؤال ولا إجابة؟ لا، دي جملة عادية خالص مش سؤال، يبقى جهز الفول ستوب بتاعتي هنا. أوكي، طيب بداية الجملة عندي لازم تكون capital. هقول I can speak English. طبعا English هتكون capital letter. أوكي، وفي الآخر خلاص أنا مجهزة نفسي وكاتبة الفول ستوب. نمبر 2 where do you live؟ ها، جملة عادية ولا سؤال؟ لا سؤال، أجهز الكويستشن مارك. طب ليه ميس مروة أنا في الأول لازم أجهز الفول ستوب أو الكويستشن مارك؟ لأن انتوا ساعات بعد ما بتكتبوا الكابيتال لتر بتنسوا تكتبوا الفول ستوب أو الكويستشن مارك. طب وعلى إيه اللخبطة دي؟ احنا نحضرها من الأول خالص. Where do you live؟ هنا عندي ال W capital عشان هنا عندي بداية السؤال Where do you live؟ وأنا محضر الكويستشن مارك بتاعتي. علي My grandparents live on a yes houseboat. house boat يعني مركب كده على شكل بيت. اوكي. نور that's fantastic. fantastic معناها رائع. fantastic. اوكي. water خلاص انا كتبتها. they love living on water. هما بيحبوا يعيشوا في المية. طيب هاجي هنا عندي في السؤال number 2 read and match. number 2 read and match. number 1 a mail carrier اللي هو ساعي البريد. أجرب كل واحدة. ينفع أقول they؟ أولا هو مش they لأن هو singular، هو واحد بس، فأولا مش هينفعني they خالص. they travel up and down the Nile كده already مش هتنفعني. number 2 delivers your letters and packages. بيوصل لنا letters والpackages الحزم بتاعتنا أو الطرد اللي ممكن يجيلي من مكان تاني. يبقى دي هنا عندي number 1. يبقى قلت mail carrier يعني ساعي البريد. number 2 which is your favorite room؟ ايه هي الحجرة المفضلة بتاعتك؟ ينفع اقول they travel up and down the Nile؟ برضو مش هتنفع. the last one the living room is my favorite. حتى عندي نفس الكلمة في السؤال ونفس الكلمة في الإجابة، هتبقى دي number 2. خلاص آخر واحدة عندي my parents بابايا ومامتي work in a tourist boat. طيب هنا عندي my parents أصلا plural يعني جمع، ينفع أقول عليهم they travel up and down the Nile. أوكي، يبقى دي هنا عندي number 3.
Number 2 read and choose the correct answer. Number 1 عندي those, these, that are the plumber's tools. Plumbers اللي هو السباك. Plumber's tool يعني أدوات السباك. Plumber's tools. أوكي. هنا عندي are. Already these و that بتيجي مع السينجولر بتيجي مع المفرد. يبقى هنا الإجابة عندي those للجمع البعيد، بشاور على حاجة بعيدة بس هي plural جنب بقول عليها those. Number 2 هنا عندي mechanic, builder, plumber made the walls strong and safe. ها مين هو بقى اللي بيبني الوولز والحيطان وبيخليها safe كده و strong؟ yes builder اللي هو عامل البناء. Number 3 my school is عندي in front و next و between the shopping mall عندي and the supermarket. أول ما ألاقي two places عندي مكان هنا ومكان هنا وفي النص عندي and على طول between وأنا مغمض عينيا. Number 4 read and rearrange to make correct sentences. Number 1 we على طول السبجكت يدور على مين؟ السبجكت يدور على الفيرب. we cook احنا بنطبخ ايه؟ food الطعام in the kitchen في المطبخ. Number 2 electricity الكهرباء. مالها بقى الكهرباء؟ can be very dangerous ممكن تكون خطيرة جدا طبعا. Number 3 هنا هاجي في number 3 بيقول لي those على طول those بيجي بعديها yes those are those are ايه؟ the builders hard hats. اوكي هنا عندي في number 5 عندي paragraph بيقول لي paragraph of 4 sentences. هو عايز كم sentence؟ عايز هو عايز كم جملة؟ عايز 4. اوكي طب عايزني اتكلم على ايه؟ على different houses على المنازل الغريبة او المنازل المختلفة. عطيني كلمة different و live water و small. قبل ما اكتب الباراجراف بتاعي خلينا متفقين ان اي باراجراف انا بسيب الجزء ده وببدأ الفيرست سنتنس الجملة الاولى من بعد اللاين اللي انا خططته ده بشوية. طبعا انتوا في الامتحان مش هتخططوا انما انتوا هتسيبوا الجزء ده، انا بس بخططه عشان اقول لكم ان انتوا الجزء ده هتسيبوه. طيب انا عايزة استخدم كلمة different وعايزة استفاد من التايتل اللي عندي اللي هو different houses. يبقى ممكن اقول there or وعلى فكرة في الباراجراف حاولوا تحسنوا خطكم لأن الخط بيكون عليه درجة كمان في الباراجراف. there are different يعني بعد كل كلمة كده أسيب مسافة عشان عيني تفضل تقرأ السنتنس كده بطريقة مريحة. أوكي طيب there are different أنا عندي different إيه؟ عايزة أقول عندي أنواع مختلفة من الهاوس. يبقى هقول there are different types. اوكي طيب يا ميس مروة انا هكمل دلوقتي الجملة التانية اخليني برضو تحتيها ولا اروح في الاول خالص؟ لا برجع في الاول خالص. اوكي there are different types of houses. اوكي طب انا كده خلصت احط ايه؟ احط full stop. دي كده الجملة الاولى the first sentence. اوكي هنا عندي مثلا leaf وعندي water وعندي small. يا ميس مروة هو انا ممكن الكلمات اللي هو مديها لي دي ما اخدهاش بالترتيب؟ لا as you like زي ما تحب انت كمان. مش عايز كلمة منهم عايز تحط كلمة من عندك براحتك. اوكي ممكن اقول ان ال different types of houses دي it moves. هنا عندي it moves هزود للverb is. هنا عندي singular it moves on water بتتحرك فين؟ في المية. خلصت خلاص احط الفول ستوب بتاعتي. اوكي after full stop لازم يكون عندي اللتر اللي بعديها في بداية الجملة التانية the first letter اول حرف فيها capital. اوكي طيب ممكن اقول ايه تاني؟ طيب ممكن استخدم الverb live. ممكن اقول I live. طيب أنا بعيش فين؟ I live on a houseboat لأن أنا بتكلم على الووتر. a houseboat مثلا with my family مع العائلة بتاعتي. أوكي خلصت بكتب الفول ستوب بتاعتي. it is very small صغيرة جدا. طب يا ميس مروة هو أنا في الامتحان بعد ازاي الفور sentences؟ هل أنا بعد اللاينز دي كده؟ نو إنما هعدها ازاي؟ بعد الفول ستوب. يعني كده عندي 1 2 3 4. يبقى أنا كده خلصت الباراجراف اللي هو بيتكون من 4 sentences من 4 جمل.
The third exam تالت نموذج معايا. أول سؤال بيقول read and fill the gaps with words from the list. عندي كلمة teacher next kind. I am Hannah. I live in a small town. My school is to a big park. طالما عندي تو من توأمها على طول اللي بتيجي معاها next to معناها بجانب. اوكي my school المدرسة بتاعتي is next to a big park. جنب كده بارك كبيرة جدا يعني جنب حديقة كبيرة. My father بابايا is a yes teacher. teacher مدرس واشطب عليها فوق. He is very kind. kind معناها طيب. He teaches us English. هو بيدرسنا الإنجليش. Students الطلاب like him very much يعني بيحبوه كتير جدا. Number 2 read and match. Number 1 people go to the hospital. الناس بتروح الهوسبيتال المستشفى. ينفع أقول through water من خلال المية؟ No. When they are sick لما بيكونوا مرضى yes هتبقى دي number 1. Number 2 when the bus breaks down. breaks down معناها اتدمر أو اتبهدل أو عمل حادثة أو أيا كان بس breaks down معناها اتدمر. أوكي ينفع أقول through water؟ No. The driver needs the mechanic. طبعا السواق كان محتاج إن هو يروح للميكانيكي. Number 3 electricity travels easily. إن الكهرباء بتنتقل بسهولة through water من خلال المية. Number 3 read and rearrange to make correct sentences. Number 1 that's the garbage collector's truck. أنا بشاور على العربية اللي بتعبي القمامة أو بتجمع القمامة. أوكي. Number 2 the bus driver سواق الباص takes بياخدنا takes us بياخدنا إحنا to school للمدرسة. Number 3 never touch يعني ما تلمس never touch anything أي حاجة electrical تكون كهرباء with بواسطة with hands. أوكي طب معناها إيه الجملة دي؟ نقولها تاني. never touch anything electrical يعني ما تلمس أي حاجة كهرباء with wet hands يعني وإيدك مبلولة لأن معروف إن المية بتوصل الكهرباء بطريقة سريعة جدا. Number 4 I live in أنا بعيش في I live in a village أنا بعيش في قرية next to the Nile بجانب النهر. Number 4 look and write a paragraph of 4 sentences يعني بتكون من كام جملة من 4. طيب هو عن ايه او عايزنا نتكلم عن ايه؟ using electricity safely ان انا استخدم الكهرباء بامان. dangerous خطير. wet مبلل. broken مكسور. socket اللي هو زرار الكهرباء. طيب انا في نمبر 1 عايزه استخدم كلمه dangerous خطير يبقى هقول طبعا اتفقنا بنسيب مسافه بكتب الاي كده كابيتال عشان بدايه الجمله بكتب electricity الكهرباء might be احتمال وغالبا might be ساعات بتكون very dangerous ساعات بتكون خطيرة جدا. اوكي وهعمل هنا full stop. طيب انا هنا عندي wet معناها مبلل. انا فاهمة في دماغي ان انا ما ينفعش امسك اي حاجة وانا ايديا مبلولة يبقى هقول we shouldn't لا يجب علينا we shouldn't touch shouldn't بيجي بعديها الverb في الانفينيتيف في المصدر we shouldn't touch anything أي حاجة تكون ايه electrical يعني كهربائية. اوكي with بواسطة with hands ان احنا تكون ايدينا مبلولة وهنا برضو بكتب full stop. The next word هنا عندي broken معناها مكسور أو معناها مقطوع برضو ما ينفعش إن احنا نستخدم أي سلك مقطوع. أوكي برضو هقول we shouldn't use احنا ما ينفعش نستخدم broken wires الأسلاك اللي بتكون مقطوعة وبكتب هنا full stop. The last word هنا عندي كلمة socket يعني كبس الكهرباء. اوكي طب احنا برضو ما ينفعش نحط اي حاجة في زرار الكهرباء صح كده هقول we shouldn't اوكي put
ما ينفعش ان انا احط anything اي حاجة into a socket. ما ينفعش اي حاجة كده اروح احطها في الكهرباء وهنا عندي full stop. هعد الفول ستوب عندي هلاقيهم 4. هنا عندي 1 التانية 2 3 4 يبقى هنا عندي 4 sentences. The last question number 5 punctuate. That's the driver's bus. دي جملة عادية حضرت الفول ستوب بتاعتي. التي كابيتال في بداية الجملة. هنا عندي apostrophe مش مكتوبة هكتبها. Number 2 is electricity dangerous. ده هنا عندي question. ده هنا عندي سؤال. هكتب هنا عندي I capital. ويبقى كده يا حبايبي احنا انتهينا من مراجعة منهج كونكت لجريد 4 للصف الرابع الابتدائي نماذج الأضواء، وإن شاء الله هينزل لكم نماذج المعاصر. ما تنسوش لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة، ولو عندكم أي استفسار اكتبولي في الكومنتس وأنا هرد عليكم. وشكرا حبايبي، وإن شاء الله نتقابل فيديو جديد.